السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير مزيانين توب 5. بغيت نحط لكم اليوم واحد النموذج ديال الامتحان. هذا الامتحان هذا جهوي في مادة اللغة الفرنسية في عجالة باش تاخذوا عليه فكرة كيفاش كيكون وكيفاش تجاوب على الأسئلة، وأيضا نشرحوا أيضا الأسئلة بالعربية وبالفرنسية وبالعربية أيضا، مع الإجابة والتصحيح. المهم باش تكون عندكم فكرة أمامكم صافي. إذن على بركة الله غادي ناخدو التكست، من بعد القراءة ديالها غادي نمشيو للأسئلة. كل سؤالين غادي نقراهم وغادي نترجموهم بالعربية. كنتمنى أنكم تاخدوهم بعين الاعتبار. بغيت نشير لواحد الملاحظة بأن هذا الامتحان هذا كان تحط في 2009، فإذا به هذه عامين هذه تحط في جهة أخرى نفسه أخوه، نفس الأسئلة، نفس البرودكسيون إكريت. إذن على بركة الله غناخدو النص ومن موراه الأسئلة اللي غنترجمها لكم، ومن بعد غادي نشوفوا الإجابة في نفس الوقت. وفي الآخر ديال الفيديو غادي نخلي لكم الورقة ديال مصححة ديال التصحيح وسلم التنقيط، كذلك برودكسيون كريت معها. على بركة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Une nuit, cependant, les vannes du ciel s'ouvrirent si vite que le vieux couple eut à peine le temps de déménager ses affaires dans une antichambre voisine. Mais il était heureux, bien que trempé jusqu'aux os. L'orage grondait sur la montagne, qui en propageait le bruit assourdissant, et la pluie tomba sans discontinuité jusqu'au matin. Tous les puits et les cours d'eau étaient pleins. La nature paraissait nettement revivifiée après des chaleurs si dures que même les arbres les plus tenaces avaient commencé à s'étioler. L'on craignait que la saison fût engagée, et certains vieux se rappelaient les grandes sécheresses d'autrefois, la disette, les maladies, le désespoir des êtres et des choses. Cette désolation qui plaquait sur le paysage, un masque de mort, aussi sinistre que la face de Méduse. Seuls les gens qui dépendaient étroitement de la production du sol étaient moins concernés par les changements climatiques. Ceux qui ne revenaient du Nord que pour un bref séjour ignoraient ces préoccupations. Il y a de tout au souk, disait-il. Pourquoi s'entêter à toujours gratter une terre pierreuse qui ne donne pas grand-chose, qu'il pleuve ou pas? Ceux-là achetaient leur pain chez le boulanger. Ils ne peinaient pas pour en fabriquer. Le paysan du Sud devait labourer, semer, suer, moissonner et battre l'orge avant d'avoir du pain ou du couscous. Il vivait de sa terre et n'avait pas d'autre revenu, comme le citadin qui semblait ignorer la misère dont il était lui-même issu. Il était une fois un vieux couple heureux aide. Du Seuil, mai 2002. من بعد ما تصنتنا التكست والقراءة ديالها، دابا غادي نشرحوا التكست علاش كتهضر، وغادي نمشيو مباشرة للأسئلة والأجوبة نشرحوهم ونوريو الطريقة كيفاش كيتخدموا في الامتحان. على بركة الله. إذا النص ديالنا كيقول أنه في أحد الليالي تفتحت البيبان ديال السماء بواحد السرعة لدرجة أن الرجل العجوز ما بقاش لقى الوقت الكافي باش ينقل الأغراض ديالو من الغرفة المجاورة، ولكن كان فرحان سعيد جدا رغم أنه يعني بحال كنقولوا تبلل حتى العظم، يعني فزق يعني بالأمطار، يعني كله ولا مبلول. كانت العاصفة كترعد في الجبل من اللي خلى الصوت ديال واحد الصوت يعني مسموع بزاف. استمرت الأمطار في الهطول بدون انقطاع حتى صبح الحال. امتلأت جميع الآبار والمجاري ديال الماء، وبدات الطبيعة كتستعد الحيوية والنشاط ديالها كيف ما كانت قبل. وهذا الشيء كان جا من بعد واحد الموجه اللي كانت موجه ديال الحر اللي كانت قاسيه بزاف، اللي خلات اقوى الاشجار كتدبال وكتموت.
كانوا خايفين من هذا الموسم اللي بدا، وكان بعض من المسنين كيتذكروا الموجات ديال الجفاف الكبيره اللي كانت دازت في الماضي، والمجاعه والامراض والاوبئه والياس ديال الناس والبؤس. هادشي كان كيخيم على المنظر الطبيعي كواحد القناع ديال واحد الموت قاتم كما هو وجه ميدوس. الاشخاص الوحيدين اللي كانوا تاثروا بهذه التغيرات المناخيه هما اللي كانوا كيعتمدوا بواحد الشكل وثيق على الارض، اما اللي كانوا كيجيو من الشمال ما كانوش كيتسوقوا كاع ولا كيهتموا بهذه القضايا. علاش؟ لانهم كانوا كيزوروا المكان لفترات قصيره، يعني غير زياره زار وخفف، وكانوا كيقولوا ديما كلشي متوفر في السوق، علاش غادي نتقلقوا؟ يعني ما شغلهمش تصب الشتا ولا ما تصبش، ماشي شغلهم هما. كانوا كيشريو الخبز ديالهم من المخبزة بلا ما يحتاجوا يعجنوه. أما الفلاحة اللي من الجنوب كانوا كيحرثوا ويزرعوا ويحصدوا، يعني كان كيحرث الفلاح ويحصد ويزرع ويحصد الشعير قبل ما يحصل على واحد الرغيف ديال الكسكس، اولا كان كيعيش من الارض ديالو، يعني ما كانش عنده شي مصدر اخر الا العيش ديالو. هذا علاش كان دائما قلق من الامطار وكيتمنوا الامطار بفارغ الصبر. هذه قطعة مقتطفة من رواية Elle était une fois un vieux couple heureux للكاتب المغربي محمد خير الدين. نمشيو للأسئلة اللي كتطرح في الامتحان مع الشرح سؤالين بسؤالين والإجابة مع الشرح أيضا. إذا على بركة الله نبداو بإتيدو تكست. غنخدمو بجوج الأسئلة جوج الأسئلة جوج الأسئلة جوج الأسئلة نشرحوهم ونترجموهم ونعطيو التصحيح ديالهم، وننتقلو ثاني جوج أسئلة حتى نساليو باش تبقاو عاقلين. إذا première question, rédiger une brève biographie de l'auteur de ce texte, prénom, nom, date et lieu de naissance et de décès, deux œuvres à part. Elle était une fois un vieux couple heureux. معروفة هاد القضية ولات كتحط مؤخرا بحال هكا تاني، ما كيكونش الجدول هذا ماشي يعني ما كيكونش يعني ما غيكونش، راه كل جهة حرة، كل جهة وشنو الفكرة عندها في المغرب، واضح؟ إذا هذه راه معروفة خلاص هاد السؤال. Deuxième question, pour situer cet extrait dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. A. La disparition du chat annonçait une grande catastrophe. De quelle catastrophe s'agit-il؟ يعني هاد الاختفاء ديال القط كان كينبأ على اولا كان كيدل على ان واحد الكارثه كبيره غادي توقع. وشنو هي هاد الكارثه؟ الكارثه هي كاتاستروف. B. Bouchaïb partageait-il le point de vue des autres sur la cause de cette catastrophe؟ واش بوشعيب كان كيشارك كيبارطاجي كان كيشارك الوجهه ديال النظر ديالو حول هاد الكارثه اللي وقعت مع الناس الاخرين؟ سي. Des changements climatiques ont fait que les gens attendaient avec impatience un événement salutaire. Quel est cet événement tant attendu؟ إذا أشنو كيقول لك هنا السؤال؟ قال لك هنا التغيرات المناخية اللي كانت كتخلي هذوك الناس وبيان الناس الآخرين كانوا كينتظروا واحد الحدث اللي كيعتبروه حدث مفيد جدا. شنو هو هذا الحدث اللي كان كينتظروا الناس؟ يعني أسئلة بسيطة جدا 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 سهلة وديجا خدمناها. إذا كانت الأجوبة هي كالتالي. إذا بالنسبة للأجوبة معروفة خلاص هنايا. محمد خير الدين بطبيعة الحال اللي كان تزاد في 1941 وتوفى في تفراوت وتوفى في 1995 في الرباط. وعندكم جوج الاختيارات ديروا اللي بغيتوا ديال روايات اخرين من غير Elle était une fois un vieux couple heureux. بالنسبه للسؤال الثاني شنو هو الكاتاستروف اللي كان كينبأ عليه الاختفاء ديال القطه؟ هو لو ترومبلومون داكادير، الزلزال اللي كان ضرب اكادير، عقلوا عليها.
بي واش كان كيبارطاجي قلنا داك سميتو مع الناس لا نو. ثم سي شنو هو الحدث اللي كانوا كينتظروه بواحد الشغف وكينتظروه؟ لا بلوي، الامطار. Question numéro 3. Relevez dans le texte 4 termes appartenant au lexique de l'eau et de la pluie. يعني هنا بحال قلنا لي شون ليكسيكال او بيان لو شون ليكسيكال او بيان يعني المصطلحات اللي عندها المعنى او ارتباط بالماء والامطار. اذا هنايا بما انها امطار يعني داكشي ديال الطبيعه، اذا كاينه لوغاج، لا بلوي، بوي هما الاباره، البيار لي بوي هما البيار، كور دو، بلوف الى اخره. واضح؟ Question numéro 4. Pourquoi, d'après l'auteur, les gens qui venaient du Nord n'étaient-ils pas concernés par les changements climatiques؟ يعني على حسب الكاتب علاش ما كانوش هذوك الناس اللي كيجيو من الشمال كانوا ما مسوقينش بشأن هذوك التغيرات المناخية. إذا الجواب كان il ne revenait que pour un bref séjour. Ou bien il y a de tout dans le souk, disait-il. Ou bien ils avec S achetaient leur pain chez le boulanger. يعني كانوا كيجيو في واحد الإقامة مختصرة قصيرة، كيجيو غير زيارة ولا شنو، لا حسب الرأي ديالهم وكيف ما كيقولوا كلشي متواجد في السوق. اش بغاو هما شي امطار ولا شي حاجه ولا شغلهم. اما حتى الخبز اللي كيتسناو الناس ديال القريه، هذاك الزرعينود الى اخره باش يحرثوا، هما راه كيشريوه، كانوا كيشريوه من عند البولونجي يعني من عند المخبازه. فهمتوا؟ معروفين صحاب المدينه. Question numéro 5 et 6. Numéro 5, relevez un court dialogue dans ce texte. يعني جبد لينا واحد الحوار صغيور من هاد التكست. وكان الجواب هو il y a de tout, qu'il pleuve ou pas. Il y a de tout, qu'il pleuve ou pas. هذا واحد ديالوج بسيط صغير كان يعني في عجالة، يعني شي واحد تكلم قالها. واضح؟ Question numéro 6. Le paysan du sud devait labourer, semer, suer, moissonner et battre l'orge. La figure de style utilisée dans cet énoncé est wesh. Métaphore ou là, une énumération ou bien une hyperbole. هنايا recouper la bonne réponse. إلا جينا تأملنا في الجملة كنلقاوها أنها une énumération. واضح؟ لأنها شنو هو الشرح ديالها هنايا؟ قال لك هنا الفلاح اللي كيجي من لو سود يعني في الجنوب كيخصو يحرث يزرع يحصد الشعير، يعني كيعدد اشنو خصو يدير. اذا هنايا énumération. Et dernière question, numéro 7 et 8. Numéro 7, pourquoi les paysans étaient-ils très concernés par ces changements climatiques؟ يعني السؤال اشنو تيقول؟ قال لك علاش كانوا لي بيزون هما الفلاحه اش مفهوم؟ كانوا قلقين من هاد التغيرات المناخيه. علاش؟ السؤال رقم 8.
Dans la dernière phrase du texte, l'auteur porte-t-il un jugement favorable ou défavorable sur le citadin? Justifiez votre réponse. إذا السؤال رقم 8 شنو تيقول؟ قال لك في الجملة الأخرى dernière، يعني في الجملة الأخرى من النص الكاتب كان كيقول واحد الحكم، عطى واحد الحكم على السكان ديال المدينة، واش فافورابل او بيان ديفافورابل، يعني واش هذاك ايجابي شي حاجه زوينه ايجابيه او لا ديفافورابل يعني قلل منهم سلبي. اذا الجواب هو كالتالي، ودابا غنخليكم مع الاجابات كاملين، ورقه ديال الاجابات، ومن بعد غادي نمشيو للبرودكسيون كريت. فقرة ديال البرودكسيون كريت واللي عليها 10 ديال النقاط واللي كتكون على شكل تكست ارغومونطاتيف، اوبليجي يكونوا لي زارغومون. وكي قلتها في واحد الفيديو قبل، غادي تلقاو الرابط ديالو غادي نحطوه في صندوق الوصف، كيفاش انكم تخدموا البرودكسيون كريت، كيفاش البلان كيفاش يتخدم الى اخره. اذا هنايا كيقول لك السوجي on entend dire autour de nous que l'eau est une ressource inépuisable، يعني الناس اللي من اللي كيدوروا بينا اش كيقولوا الاغلبيه ديالهم، ولا كيقول لك الماء ما كيتقاداش، يعني راه كاين موجود متوافر، يعني اش بغاو يوصلوا، يعني الي دونك انوتيل دو ليكونوميزي، يعني ما يحتاجوش انه يوفروه، الماء موجود متواجد. اذا هنا بارطاجيفو cette opinion, justifiez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. يعني بارطاجي معنا الراي ديالك فهادو اللي كيقولوا بحال هكا، واش انت موافق معاهم ولا انت الى اخره، وقول لنا الماء انت الراي ديالك اشنو كتشوف من هاد، شنو هو وجهه نظر ديالك في هذا الشيء، واش خصنا نحافظوا على الماء ولا لا، ويعطينا بعض الامثله الى اخره. يعني كملاحظات هنايا خاصنا نحترموا المعايير ديال الوضعيه ديال التواصل، يعني يكون السلامه يعني ديال اللغه، ايضا تطبيق القواعد الاساسيه ديال الكتابه والانشاء والنصوص. دائما كنقول لكم دخلوا بجوج ديال السطوره، دخلوا بجوج ديال السطوره، عاده فاش كتبوا كتسمى لا لينيا، كياخذ بعين اعتبارها المصحح، يعني في المقدمه والعرض والخاتمه خصك تدخل بواحد جوج سطوره. ثم ادوات الترقيم، الفاصله المنقوطه، بوان بوان فيرغول دو بوان الى اخره، هادو ضروري خصو يكونوا. احترام الماجوسكول،
لي بلوريال اس او بيان اكس الى اخره. اما بالنسبه للمقدمه كنصيحه حذاري انك تقول كيلي مون بوين دو في، كيتسمى سؤال بليد. كنعاود نقولها ونكررها، كيلي مون بوين دو في. واخا هما طرحوا لك السؤال كيلي طون بوين دو في، ما تجيش انت تقول لهم كيلي مون بوين دو في. الا كاع حفات ليا وما لقيت ما ندير كاع نقول اسكو سي فري، صافي، اسكو سي فري، ومن تما غادي نعبر. اذا البلون غادي تلقاوه في اخر ديال الفيديو، طريقه شرح البرودكسيون كريت كيفاش كتخدم وكيفاش غتخدمها غتلقاو الرابط في صندوق الوصف. الى اللقاء، وكنتمنى انني نكون فدتكم ولو بقليل. اما بالنسبه للاشتغال ديال البرودكسيون كريت، تو دابور اونسويت اونفا. فاش نقول تو دابور نعطي لارغومون الاول، خصنا نحافظوا على الماء لانه مصدر الطاقه ومصدر العيش. الا ما كانتش الحياه الماء راه ما كايناش الحياه. ونعطي باغ اكزومبل، على سبيل المثال، الا جا الجفاف الناس راه كتموت، الارض كتموت، الزرع ما كيبقاش الى اخره. اونسويت نعطي ثاني حاجه، الماء مزيان كان للطاقه على سبيل المثال، ونعطي شي مثال. اونفان، ونجي حتى للخاتمه ونقول واحد النصيحه ما فيها باس، باننا خصنا نوفروه باش نكونوا السدود. يعني الدوله دير السدود بزاف تكثر منهم كاحتياطات للجفاف او الى اخره، وخصنا نحافظوا عليه وما نضيعوش. واضح؟ كنتمنى لكم التوفيق، بون شونس اي بون كوراج، وان شاء الله الا سهل الله ولقيت تفاعل على هذا الفيديو اكيد غنحطوا امتحانات اخرين ومخدومين بحال هكا او ربما احسن. الى اللقاء.